في اماكن كتيرة حوالينا بنسمع عن بيوت مسكونة ولعنات بتنتقل من جيل لجيل، بس اللي هنحكيه النهاردة مش لعنة ولا جن، دي قصة بيت اتاكل كله من جوه. بيت كان مليان رجالة وضحك وصوت عالي، وفجأة بيتقلب لجدران فاضية وريحتها خوف. في ناس قالت مس، وناس تانية قالت سحر، وناس تالتة قالت البيت منحوس، لكن الحقيقة كانت بتمشي في وسطهم ولابسة سواد بتمسح دمعتها وبتقول ده نصيبي يا ناس. ومحدش يعرف ان الهدوء اللي كان على وشها ده كان وراه ظلام اغمق من الليل نفسه. حكايتنا النهاردة عن اسرة اتصدمت وقرية انكسرت وشطانة ما كانش حد يتخيل ابدا انه ممكن يشك فيه. حكاية بتعلمنا ان الشر اوقات كتيرة جدا ساعات بيلبس وش ملاك. يا ترى ايه اللي حصل في الجريمة دي؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في فيديو النهاردة. يلا بينا نبدأ، بس قبل ما نبدأ عايزك تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وتذكر الله وتقول لا اله الا الله. انا محمود طارق وده برنامج الحكاية ببساطة. تيتا وبيوت طوب احمر قديمه، ناس بتصحى من الفجر وبتنام من العشاء. الحياه هنا بتمشي على الود والناس تعرف بعضها من ايام اجداد. في وسط الملعب الكبير اللي قدام الجامع كان كل يوم تسمع ضحك ولعب ولاد جمعه الكبير، وتشوفه راجع من الغيط هدومه كلها مليانه تراب ولكن ملامحه مليانه رضا. جمعه كان معروف انه عمود البيت وستر الاهل، اخ كبير بمعنى الكلمه، شايل اخواته وواقف في ظهرهم وما كانش بيحب حد يزعلهم ابدا. مراته كان اسمها صباح بديل، وجه ناعم وضحكه هاديه وعينين تشبه عينين حد اتظلم، او بمعنى اصح ده اللي كانت بتبين. الناس كلها كانت بتشكر فيها لانها كانت ست بيت بمعنى الكلمه، بتحافظ على جوزها وبيت، ولكن الحقيقه محدش يعرفها غير قلبها. قلب كان شايل غل وطمع ورغبه مش مفهوم. وفي يوم من الايام وجمعه كان راجع بدري شويه من الشغل، قال لصباح ان هو تعبان شويه وهيدخل يريح. ردت عليه بابتسامه وقالت له ارتاح انت لحد ما احضر لك العشاء. اتعشى ودخل اوضته وما طلعش منها تاني نهائي. والصبح صوت صريخها هز الشارع والناس جريت عليه وشالوه، والدكتور جه بعدها بساعه ولما بص عليه قال لهم مفيش اصابات ومفيش اي حاجه نهائي، والظاهر ان هو مات نتيجه قضاء وقدر. الكلمه دي كانت مفتاح لباب النهايه. طبعا دفنوا جمعه والناس كلها وقفت جنب صباح، ست صغيره ومعاها طفله، ومين ممكن يكون قلبه قاسي معاها. وفي العزا كانت بتعيط بحرقه جدا وبتقول ليه يا جمعه تسيبني لوحدي ليه؟ والكل كان بيواسيها والكل كان شايف انها مكسور. لكن في اللحظه اللي كانت بتمسح فيها دموعها كان في نظره سريعه في عينها، نظره مش بتاعت واحده موجوعه، كانت بتاعت حد مستني خطوه جديده بعد انتهاء العيد. طبعا اجتمع اهل جمعه وقالوا ان الوحده صعبه وهي غريبه في وسطنا ولازم نخليها في عزنا. واقترح واحد من الاخوات ان هي تتجوز صبحي اخو جمعه، وصباح من غير تفكير قالت لهم ان هي موافقه على الجوازه، والناس قالت ان هي بنت اصول وعايزه تعيش. لكن اللي ما كانوش يعرفوه ان زي ما موافقتها كانت سريعه جدا ان هي كانت اغرب من الطبيعي. صبحي كان مختلف تماما عن اخوه، كان مرح وبيحب يضحك الكبير قبل الصغير، وكان بيحب الحياه جدا. وفي ليله شتاء قال لصباح ان هو هيخش ينام شويه بدري، والصبح نفس الصرخه ونفس المشهد ونفس النهايه، وصباح بنفس الدموع ولكن المره دي دموع اكتر بكتير. كانت بتمثل في مسرح والكل واقف بيتفرج عليها وكان مصدقه. الناس طبعا ابتدت تتكلم وناس تقول ان البيت ده مش مظبوط، مستحيل ان اتنين اخوات يموتوا ورا بعض كده في اقل من سنه، ولكن ما كانش في دليل ضدها ومحدش شك فيها نهائي. وبعد 6 شهور وفي ليله هاديه ام جمعه هي كمان نامت وما قامتش. طبعا الدكتور ما بقاش فاهم حاجه وقعد يقول يمكن السن ويمكن القلب ويمكن الامراض علشان الشيخوخه. 3 جنايز خرجوا من نفس الباب ومن نفس البيت في اقل من سنه. وصباح واقفه في وسط العزا كل يوم كانت بتكسب تعاطف اكتر من اليوم اللي قبل، لحد ما وصلت لمرحله ان الناس كانت شايلاها من على الارض من كتر البكا. لكن في الحقيقه كان فاضل لها خطوه واحده بس وتكمل كل خطتها. بعد ما البيت فضي نهائي بدا واحد يخش ويطلع من بيت
صباح، وقالت للناس ان ده ابن خالتها وجاي يزورها، ولكن الزيارات كلها كانت بالليل، وفي اوقات ما كانش حد بيشوفه فيها غير واحده بس، وهي نشوى مرات رمضان. كانت تشوفه من الشباك وفي سرها بتستغرب وبتقول مين ده وايه اللي جايبه عند صباح في الوقت ده. وبعد كده نشوى راحت لرمضان وقالت له ان مرات اخوه فيها حاجه مش مظبوط، والكلام وصل لصباح، وهنا الخوف ابتدى ان هو يتملك منها، وكانت عارفه ان نشوى لو اتكلمت الدنيا هتولي. وبعد ايام قليله رمضان دخل بيته، سمع صوت عياله بيعيطوا، ولما دخل الاوضه لقى نشوى نايمه على الارض، وحاول يفوقها ولكن مفيش امل. طبعا جري يجيب الدكتور، ولما الدكتور جه شك ان في حاجه مش طبيعيه وقال له لازم تبلغ الشرطه. وهنا والاول مره في القصه القناع ابتدى يتخدش. الشرطه هنا بتقبض على رمضان، ولكن الحقيقه كانت مستنيه تتنطق. بنت صباح عندها 7 سنين وصوتها انعم من الفجر، لكن قلبها كان شايل رعب. وهي في التحقيق قعدت تبص في الارض وقالت لهم ان رمضان ملهوش اي ذنب. ولما سالوها تعرفي ايه يا حبيبتي، قالت لهم انا كنت بسمع ماما وهي بتكلم راجل غريب، وكانوا بيقولوا مع بعض ان هم لازم يخلصوا على كل واحد علشان يقدروا يعيشوا مرتاحين. والظابط قال لها كملي يا حبيبتي، انت ليه بتعيطي وليه خايفه؟ قالت له ان امها قالت لها ان هي لو اتكلمت هتعمل فيها زيهم. وهنا الضباط وقفوا وامروا ان هم يفتحوا كل الجثث اللي ماتت قبل كده. والطب الشرعي لما عمل دوره اثبت ان في ماده كل الجثث ماتت بيها، والماده دي كانت موجوده في كل اجساد الضحايا اللي ماتوا. وبعد كده بيتم القبض على صباح وبيتم القبض على عشيقها، والتحقيقات بتكشف ان ام صباح هي اللي كانت بتخطط لكل اللي بيحصل. وفي التحقيقات ابتدى الضباط يشكوا ان في حد تاني هو اللي كان بيخلي صباح تعمل كده، وفي شكوك قالت ان امها هي اللي ورا كل الكلام ده، ولكن الادله كانت ضعيفه بالنسبه لها وخرجت من القضيه. اما صباح القضيه كانت عليها قويه جدا، والقاضي نطق عليها بالحكم بالاعدام شنقا، وعشيقها خد مؤبد 25 سنه. والبيت فضل مقفول وترابه ما اتمسحش، وصوته بقى بيخوف، واي حد بيعدي قدامه يستعيذ بالله. والحد هنا بتنتهي حكايتنا. بيت كان مليان كله حياة اتحول لذكرى مرعبة، وست كانت بتضحك الناس طلعت أشر من 1000 شيطان. والحد هنا بيكون فيديو النهاردة خلص. بشكركم جدا على المشاهدة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.